تعال اقول لك سيناريو مجنون لفوز الاهلي بالدوري، وازاي الاهلي يقدر يستغل القرعه دي في صالحه، وفيها كام تريكايه كده الاهلي لو استغلها صح ان شاء الله يقدر ياخد الدوري. طبعا هي الاساس انك تكسب الست ماتشات بتوعك تاخد الدوري، بس ازاي تستغل ترتيب القرعه وترتيب الماتشات، واهم حاجه ان الاهلي باي في الجوله الثالثه، دي اهم نقطه. اجيب لك من البدايه. الزمالك عنده دلوقتي 43 نقطه، وهيلعب الجوله الاولى هيوصل للنقطه 46 وهيقف لانه الجوله الثانيه باي. بيراميدز عنده 43 نقطه، باي الجوله الاولى، هيلعب الجوله الثانيه باعتبار انه هيكسب هيقف عند 46 نقطه في الجوله الثانيه، يبقى كده الزمالك 46 بيراميدز 46. الاهلي دلوقتي 40 نقطه، عنده اول جولتين هيلعبهم ان شاء الله يكسب يقف عند 46، يبقى الجوله الثانيه هتتقفل، وده الزمالك 46 بيراميدز 46 اهلي 46. الجوله الثالثه الاهلي باي مش هيلعب، بيراميدز والزمالك هيكسبوا باعتبار هيلعبوا قصدي باعتبار ان الزمالك كسب، لانه كسب الدور الاول، باعتبار ان الزمالك هيكسب تاني، هنقول الزمالك هيكسب تاني تمام. هيبقى الزمالك هيوصل للنقطه 49، يبقى الجوله الثالثه هتنتهي الزمالك 49 بيراميدز 46 اهلي 46. الجوله الرابعه الزمالك هيلعب، معرفش هيلعب مع مين، قول هيكسب هيوصل للنقطه 52. اهلي وبيراميدز هيلعبوا بعض، لازم الاهلي يكسب، مفيش مفر، مفيش حل غير انك تكسب بيراميدز، هتوصل للنقطه 49، يبقى انت تحت الزمالك ب3 نقط، وبيراميدز رجعت ورا وقف عند 46. تيجي الجوله الخامسه اهلي وزمالك، الجوله الخامسه الزمالك 52 نقطه، اهلي 49 نقطه، بيراميدز 46 نقطه، بس الاهلي والزمالك هيلعبوا بعض. فانت ده ماتش الدوري، ده ماتش الدوري تكسبه تبقى قد الزمالك في النقط، واكيد هتتصدر، ان اظن فرق الاهداف والحاجات ديت والمواجهات المباشره هتتصدر، فيبقى انت قد الزمالك في النقط، يبقى انت وصلت الجوله الرابعه وانت قد الزمالك في النقط. الجوله الخامسه قصدي تكسب الزمالك تبقى 52 نقطه، والزمالك 52 نقطه، وبيراميدز هنعتبر انه برضه هيكسب لان الماتشات صعبه، بس هنعتبر انه هيكسب هيوصل نقطه 49. فاضل لك سموحه والمصري اخر ماتشين، سموحه لا انبي والمصري اخر ماتشين، مفيش مفر انك تكسبهم، مفيش سيناريو غير انك تكسبهم، لازم تكسبهم. انا شايف ان ده احسن سيناريو ان انت تستغل فيه الجوله الثالثه، انك باي هتخش الجوله الثالثه دي قاعد بتتفرج وانت متساوي معاهم بالنقط، الضغط كله عليهم الضغط كله عليهم، واي نتيجه في صالحك، لانك انت الماتشين اللي بعد الباي ده هتلاعبهم هم، فتبقى انت رسمت السيناريو بتاعك وشايف البطوله ماشيه ازاي، شايف الاهداف ماشيه ازاي، شايف انت محتاج تكسب ازاي، وبالظبط انت لازم تكسب ال6 ماتشات، بس الماتشين دول هم اللي هيبقوا الفيصل في البطوله. السيناريو ده مجنون، يعني سيناريو الاهلي يجي من بعيد قوي كده ويقدر ياخد ال6 ماتشات دول وفيهم بيراميدز والزمالك ورا بعض ومن غير فقدان اي نقاط، ده محتاج تركيز جدا 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 كبير قوي من المدرب، يبدا بقى يفوق معانا. واهم حاجه طبعا الاعداد الفني والاعداد التكتيكي وشغل الجمل والتكتيك ده مهم جدا، بس انا شايف ان الفرقه محتاجه اعداد نفسي قبل اي حاجه. اللعيبه محتاجه تحس في دوافع، يكون في دوافع ويكون في روح عن كده. الاعداد النفسي مهم جدا جدا جدا، ما يقلش عن التكتيك والاعداد البدني والاعداد الفني خالص، ما يقلش اهميه خالص. فانا شايف ان الفتره الجايه اللعيبه محتاجه نفسيا تفوق، محتاجه نفسيا تحس ان هي تخش في منافسه تاني ان شاء الله. فده سيناريو كده صغير وسريع لبطوله الدوري. ليه لا؟ يعني ليه لا ما تمشيش كده، باعتبار ان الثلاثه هيكسبوا كل ماتشاتهم اللي قبل ماتشاتهم مع بعض ومن بعدها، فده هيكون السيناريو الامثل لفوز الاهلي بالدوري ان شاء الله. خلينا نشوف ايه اللي هيتم، وان شاء الله الدوري اهلاوي، بس نعدي ماتش الترجي بتاع بكره بس الاول، ربنا يستر. سلام.